خطير خطير. والانفراد ده لو كان صحيح المفروض هشام قنديل ده في ميدان، مش ميدان عابدين بقى زي عرابي، لا في ميدان التحرير يتحاكم كده على طريقه المحاكمات بتاعت الثوره الفرنسيه، فاكرينها؟ الانفراد بيقول ايه بقى؟ اسمعوا ركزوا معايا. الوطن تكشف، ده بكره في عدد بكره، قنديل منح، خدوا بالكم، شركه بناء السد الاثيوبي معلومات سريه. كبير مهندسي الري بيقول رئيس الوزراء أمد الشركة الهولندية، الشركة الهولندية دي المشرفة على التصميمات بتاع السد، بدراسات حول النيل دون عرض الاتفاقية على المجلس العسكري أو البرلمان. يا حلولة يا حلولة، خبر ده الخبر الصحفي. الدكتور هشام قنديل، هقرا لكم التفاصيل. لا نلبس الشوافة بقى عشان ايه الخبر ده. في مفاجأة من العيار الثقيل، كشف الدكتور هشام النشوي كبير مهندسي وزارة الري وعضو لجنة الهيدرولوجيكا أو الهيدرولوجيا بمنظمة اليونسكو، أتمنى أكون بقراها صح، عن أن الدكتور هشام قنديل رئيس الوزراء أمد شركة بلبادس الهولندية التي وضعت تصميم سد النهضة الإثيوبي بمعلومات وبيانات سرية عن إيرادات النهر والفيضان في مصر أثناء توليه وزارة الري عام 2011 أثناء وجود المجلس العسكري، مما ساعد الشركة المملوكة لشخصيات يهودية إسرائيلية في إنجاز التصميم. يا ليلة سودة، يا ليلة غبرة. ده ايه ده ولا حاكم عكا، ده باعنا يا معلم ووصل الطلبات للمنازل، ده باع مصر بالقطاع الاثيوبي ايام ما كان وزير ري. وقال النشوي للوطن ان قنديل وقع وقتها على اتفاقيه لاتاحه المعلومات برعايه الاتحاد الاوروبي، ده فيها عكمه بقى، و17 منظمه غير حكوميه وشركه بلبادس مقابل مبلغ هزيل لم يتجاوز 4.5 مليون يورو، حصلت بموجبه الشركة الهولندية على دراسات وملفات ومعلومات سرية تهدد الأمن القومي لمصر. وقال النشوي أن قنديل أقر الاتفاقية وأمر بإعداد اللائحة المالية لها دون عرضها على المجلس العسكري ودون توقيع رئيس الجمهورية أو العرض على مجلس الشعب، مشيرا إلى أنه التقى قنديل وأبلغه بخطورة الوضع بخصوص أزمة مياه النيل، وأنه نظم المنتدى الأفرو آسيوي لتكنولوجيا البيئة والمياه بحضور المسؤولين في دول حوض النيل ورجال أعمال ذوي صلة برئيس وزراء إثيوبيا الراحل ميل الزيناوي ورئيس السودان وجنوب السودان عمر البشير وسلفا كير اللي هو رئيس جنوب السودان. فكان رد قنديل إيه؟ لو أنت مناسبهم مفيش فايدة، ما يؤكد أنه ليس لديه اهتمام بحل الأزمة حسب وصف النشوي. ده كلام في منتهى الخطورة، وأتاريه ساكت، وأتاريه ما قالش جملة، وأتاريه لم ينبس ببنت شفة. الدكتور رئيس الحكومة الموقر شريك في هذه الجريمة، كان يعلم أن هناك سد، بل أنه تقدم معلومات وشارك بالرأي وساهم في تصميم السد. مين معايا؟ عشان أنا هفرقع من جنابي. مين؟ طيب الأستاذ حاتم أبو النور الصحفي بجريدة الوطن وأحد محرري هذا الخبر. أستاذ حاتم مساء الخير. مساء الخير يا أستاذ محمد. الخبر ده في منتهى الخطورة. طبعا حضرتك الوطن كعادها بتنفرد دائما يعني بالاخبار الصحيحه يا استاذ محمد. طيب حضرتك بتقول لو كان صحيح، هو بالفعل صحيح، لان الوطن ما تنشرش غير الصحيح بالوثائق والمستندات. طيب ايه تفاصيل تانية غير اللي انا قلتها يا استاذ حاتم؟ هو في حضرتك كان في لقاء، خدنا موعد من مسؤول دبلوماسي في الخارجيه عشان نعمل معاه لقاء حوالين السد وحوالين بدايه النشأه دي جت ازاي او اتنشأ ازاي سد النهضه في اثيوبيا. فخدنا معاه كذا مره ويأجل كذا مره ويأجل، فطلبته فرد عليا قال لي بصراحه بص المفاجاه بقى الغريبه الثانيه، يعني المفاجاه من العيار الثقيل دي اللي بيقول لي ايه، بيقول لي انا ما اقدرش اعمل حوار مع اي جهه اعلاميه من اي نوع اعلامي لان الهانم منعانا. الهانم منعانا؟
الهانم. قلت له هانم؟ مين انا الهانم؟ سمعت الكلمه قلت له طب مين الهانم؟ انا هانم دي احنا ما عندناش هانم من سنتين ثلاثه يعني. سوزان مبارك ما فيش غيرها كانت بالظبط. فقلت له مين هي طب حضرتك، وانا اكلمها اقنعها ان احنا نعمل حوار نوضح للناس الامور دي. ففوجئت ان هو بيقول لي الدكتوره باكينام. يا سلام. الدكتوره باكينام هي اللي ماسكه القصه دي من البدايه للنهايه. هي بقت الهانم بتاع الرئاسه، بقت سيده القصر يعني دلوقتي الدكتوره باكينام. وانت عضو اصيل في اللجنه ازاي؟ قال لي لا، هي اللي بتشكل اللجنه، هي اللي بتعرض على الرئيس والرئيس بيوافق على طول. فهي ما ادتناش اي اوردر ان احنا نعمل لقاءات اعلاميه سواء في الصحف او في المحطات التلفزيونيه الا باذن منها. والدليل على كده يا استاذ محمد، هي اول من اعتذرت لما كان المؤتمر على الهواء هي اللي اعتذرت. طب ما في رئيس دوله يعتذر، صحيح، يعتذر، في وزير اعلام يعتذر، في يعني في ناس تبقى مختصه بامور يعني ما ينفعش يبقى هي اللي في الصداره. فبيقول لي هي اللي بتختار وهي اللي بتعد اللقاء وهي اللي بتحدد مين هيبقى في اللقاء وهي اللي جابت لنا الوكسه. ما هي اللي عملت الوكسه، هي اللي جابت لنا الوكسه دي. طبعا امال ايه؟ هي الهانم. طيب انا عايز اسال سؤال، اليس يعني اذا كان رئيس الوزراء من بدري من ايام ما كان وزير ري ساهم بالمعلومات وشارك في تصميم سد اثيوبيا، شركه بيملكها يهود وشركه هولنديه يمتلكها يهود واسرائيليين، يعني هو ارتكب كذا جريمه، ارتكب انه تعاون مع العدو، طبع مع اسرائيل، قد خان المجلس العسكري لانه ما عرضش عليه، ما كان في مجلس عسكري. وبالظبط، دي خيانه عظمى ودي خيانه امانه. عظمى. صح. ما تجيش بقى على الناس اللي هي بتطالب بالحقوق والحريات ويقولوا حطهم في السجون. واخد بال حضرتك؟ امال هو يتعمل فيه ايه؟ ما رئيس الدوله يعلم هذا بالمستندات والبراهين ويعلم هذا، يعني يعمل فيه ايه؟ يعمل فيه ايه؟ في رئيس وزاره بيخون وطن. طيب انا عايز انتوا كيان دوله عظيمه في الشرق الاوسط كله. دي كارثه، يعني انت زي ما بتقول ربنا بيأمنك امانه وانت خنت الامانه وساهمت مع العدو، يعني ساهمت في تخريب بلدك. طيب دلوقتي بص، ده الامر لغير اهله بالظبط، بقى الهلاك بقى والضياع والخيانه وكل حاجه بقى. طيب انتوا كاتبين ان في تفاصيل اخرى. طبعا التفاصيل احنا بننفرد بيها في الجريده. قول لي لا بقى مش في العدد بتاع بكره، العدد بتاع بعد بكره، قول لنا يعني حاجه كده سبق كده. لا ده بقى في الجريده الورقيه، يعني الاستاذه دارين فلغاري والاستاذ عبد الرحمن شالب والاستاذ محمد ابو عمرو عامل مفاجآت للشعب المصري، يشوف رئيس الحكومه كيف يتصرف في عزبه الاخوان. انا رايي انه هذا الخبر يا اما يقيل ويحاكم رئيس الوزراء الشعب بتهمه الخيانه العظمى لهذا الوطن، يا اما يتحاسب اللي نشروه اذا كان في اي ادعاء. انا بشكرك جدا.